الرحمن الرحيم. طبعا يعني احنا في معرض الكتاب في اسطنبول، وفي صحبة وفد مؤسسة رسالة سلام، وطبعا مجهود كبير جدا جدا الحمد لله رب العالمين. عندنا اكثر من 104 عنوان، كمان في عناوين اضافيه جايه لنا ان شاء الله باذن الله بكره. واحنا الحمد لله زي ما شايفين اخونا اسامه ابراهيم وكل الزملاء المشاركين في المعرض حضروا معاهم مجموعه كبيره جدا من الكتب ان شاء الله. يعني زي ما انتم شايفين، مش عارف زميلنا العزيز الاستاذ ايمن بيصور الكتب، وزي ما شايفين ورا اخونا عاطف ما شاء الله يعني تلال من الكتب. لو سمحت شايف كميه الكتب كبيره كبيره جدا جدا الحمد لله. الجميل كمان ان احنا الحمد لله بنستعد للمعرض هنا بعدد كبير جدا من الكتب ومؤلفات تركيه، كلها اصدارات مؤسسه رساله السلام. تم ترجمه وطباعه 6 كتب من اهم الكتب ال6 اللي موجوده، اللي تم ترجمتهم للغه التركيه، وعلى راسها كتاب القران يشهد بصحه العقيده المسيحيه، اللي احنا دايما فخورين ان احنا بنقدم بيه انفسنا كمؤسسه رساله السلام الى كل الدنيا، ان احنا مؤسسه تدعو الى السلام والحب، وان احنا مؤسسه تقبل الاخر ولا تختلف مع احد، وان احنا كلنا معنيين بان نتعامل بتود ورحمه وتسامح وسلام دون النظر الى المعتقد الاخر. هذا الكتاب اللي اصدره مؤخرا الكاتب والمفكر العربي الاستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي، هذا الكتاب يدلل على اننا كمؤسسه نفتح الباب امام كل الدنيا، لاننا نقبل الاخر واننا نحترم الاخر واننا نجيب الاخر. ولعل الاستاذ علي في هذا الكتاب ما جابش كلام من عندياتي، انما جاب من واقع ايات الذكر الحكيم القران الذي يعترف بكل رسله وانبيائه وكتبه، والذي يحرض المؤمنين على ضروره الاعتراف بهم وان نؤمن جميعا بما اتوا من عند الله تبارك وتعالى. انا سعيد طبعا ان انا معايا كوكبه عظيمه جدا، لكن خلوني طبعا يعني اتفضل يا استاذ عاطف. استاذ عاطف هيضيف وهيتكلم عن المعرض. حضرتك اتكلمت عن المعرض وعن عرض الكتب. انا عايز اتكلم على جانب خفي من اخلاص ووفاء اعضاء الرساله في هذه الرحله. نعم. احنا قعدنا ساعتين علشان نوصل للمعرض شايلين كتب، وده واجب علينا، لكن الاخلاص والناس بتطلع الكتب علشان ترصها على المكاتب انا ما شفتش دي قبل كده. وان يبقى المدير العام بتاع المؤسسه بيفتح الشنطه وشادد الشنطه ومرهق وهو بيسحب الشنطه، كل الاعضاء والدكتور سامح والدكتور احمد الشريف ناس وهي بتشيل في الشنط علشان تيجي ترصها في معرض الرساله، لهم الفخر والاخلاص. انا ظاهره تعاون ما حصلش، وانا بحيي تعاون الاصدقاء والزملاء على تعاونهم الجليل تجاه هذه العمليه. نعم اتفضل يا استاذ عاطف. وانا طبعا يعني يمكن انا في ادوار كثيره جدا، كل الزملاء، الاستاذ محمد الشنتناوي ودوره العظيم اللي بيأديه الاستاذ الدكتور احمد الشريف، اللي لحد دلوقتي بيتكلم مسؤولين اتراك هو على علاقه بيهم في النواحي الاقتصاديه، ومع ذلك بيدعوهم للحضور للمؤتمر وان يعمل اتفاق تعاون بينهم وبين مؤسسه رساله السلام. انا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا اخويا الكريم دكتور سامح لا له جهدا ان هو يتصل ايضا بكل علاقاته واساتذه الجامعات، فضلا على ان هو جاب لنا بالفعل عدد من المسؤولين الاتراك عشان نلتقيهم ونقعد معاهم وننسق لمجموعه ايضا من الندوات. وانا بشكرك وبشكرك انت وكمان اخويا محمد فتحي محمد الشنتناوي على الشاشه المحترمه اللي انتوا جبتوها، وهنتم عرض عليها كل الفيديوهات باللغه التركيه. النهارده كمان احنا في صحبه وفي نهايه المثقف الواعي الاستاذ عاطف زايد، ودوره المحوري المهم بصفته ان هو رئيس الهيئه الاستشاريه لاعضاء مؤسسه رساله السلام، وكمان بيعمل دور تكميلي مع المستشار العام لمؤسسه رساله السلام الدكتور احمد الجندي المجهول، اللي انا ما اقدرش يعني اخد حقه اخويا الكريم الاستاذ خالد العوام، اللي دايما ينكر نفسه في سبيل ان هو يصغر كل المجموعه، ولا يشغله الا ان النجاح، ولا يشغله الا ان هو يقدم المؤسسه في ابهى صورها. انا بالترتيب طبعا بقول الكاتب المحترم اللي اضافه كبيره جدا لمؤسسه رساله السلام واضافه عظيمه. وانا بالمناسبه بنطلوني اتغرق امبارح فراح اللي بنطلونه على حسابه، عشان بس انا بسجل ده يا استاذ علي عشان تسمعها كويس. انا بس بقول لحضرتك اخونا الكريم الاستاذ اسامه بقى الجندي المجهود المخلص. يعني احنا امبارح جينا بالامس كنا في حاله اجهاد غير طبيعي من السفر، الا ان الراجل ابى ان هو يخش معانا الفندق لحد ما يجيب نفسه واستلم الموقع وقعد وجهز وبذل جهد عظيم، وهذا لم يكن بجديد.
على اخويا اسامه بالمجهود اللي بيبذله. انا اسمحوا لي ان انا يعني اقول برضو ان في جندي اخر مجهوده عظيم للاستاذ ايمن. والاستاذ ايمن من الناس المحترمه جدا، لان هو معني جدا جدا بالمعارض، وهو اكتر واحد فينا بيفهم في فعله المعارض، وهو اللي فاهم ومدرك وعارف كويس يعني ايه معرض. فانا بحييك وبشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن على مجهودك الكبير المحترم، وهو خلف الكاميرا وهو اللي بيصورنا دلوقتي. استاذ اسامه، النهارده انا فرحان قوي قوي ان احنا دخلنا السوق التركي بمجموعه كبيره من الكتب تم ترجمتها، غير اكثر من 102 فيديو واتعملوا على فلاشات، وايضا هيتم عرضهم 104 فيديو. حاجه جميله، حاجه رائعه. بس قبل ما اديك الكلمه انا عايز اسمع كلمه من الاستاذ هشام. ده شرف عظيم ليا، وانا فرحان جدا جدا النهارده. الكلام اللي قاله اولا الاستاذ عاطف زايد عن المشاركه، وعن حتى كبيرنا المدير العام بيشارك وبيشيل، واحنا كلنا روح التعاون ديت. انا بعتبر ان مصدرها حاجتين: الحاجه الاولانيه اقتناع بالفكره واقتناع بالمشروع، اقتناع تام بالمشروع وبالفكره. الحاجه الثانيه محبتنا اولا لاستاذنا الكبير علي محمد شرف الحمادي التي لا حدود لها. الحاجه الثانيه محبتنا للقائد بتاعنا، احنا بنحب جدا جدا استاذنا الكبير ومديرنا العظيم اللي هو انا بعتبره قدوه ومثال للاخلاق العاليه ومثال للعلم والمعرفه، ومثال انه هو يخلي ازاي اللي هو بيديره يحبه ويحترمه ويثق فيه. ده تفسيري لكلام اخويا عاطف. الحاجه الثانيه تعليقي برضو على كلام دكتور استاذي مجدي، هو انه وجود فكر استاذنا علي محمد شرف الحمادي في اسطنبول وفي معرض اسطنبول هو مش بس مجرد عرض كتب، لا ده عرض للفكره وعرض للمشروع الكبير اللي هو بيحمله، انه الاخوه الانسانيه والسلام العالمي. هو ده رساله استاذنا ورساله شكرا جزيلا استاذ مجدي، وبرحب بكم جميعا في جناح معرض، يعني جناح مؤسسه رساله السلام في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي. والحقيقه دي المشاركه الثانيه لمؤسسه رساله السلام العالميه في معرض اسطنبول للكتاب العربي. والحقيقه ان احنا في المعرض الاول اللي هو كان من 3 سنوات، يعني تمكنا من ان احنا نوزع كل مؤلفات مؤسسه رساله السلام في المكتبات وبعض الجهات الحكوميه هنا في اسطنبول. السنه دي ان احنا بنعتز يعني في مؤسسه رساله السلام ان احنا عندنا 6 مؤلفات رئيسيه تم ترجمتها للغه التركيه. والحقيقه ان اللي هو المترددين على المعرض هنا في تركيا، يعني كان في اقبال شديد جدا على مؤلفات مؤسسه رساله السلام للاستاذ علي الشرفة، طبعا بالاضافه لكل المؤلفات متاحه بشكل كويس جدا ان شاء الله. وتحياتي لي. واحنا طبعا بنشكر كل الاساتذه الافاضل، وبنقول شوفوا احنا طبعا معانا دي كتب تم ترجمتها، كتيبات صغيره، ودي كانت فكره الاستاذ علي ان احنا تم ترجمتها باللغه التركيه. وهذه الكتيبات هي مجموعه من الفيديوهات التي قام الزملاء منهم فيديوهات خاصه ببعض التفسيرات اللي قام بها الاستاذ الكريم، واللي قام بها كل الزملاء. كل الفيديوهات احنا تم ترجمتها، وتم الاول تفريغها، وبعد ما تم تفريغها تم تحويلها الى اللغه التركيه وجبناها معانا هنا، وان شاء الله يتم توزيعها على الجمهور وموجوده في الكراتين بمشيئه الله. انا طبعا بشكركم شكرا جزيلا لكل الاساتذه الافاضل، وان شاء الله في فيديوهات اخرى لاحقه. شكرا جزيلا. السلام.